يا مساء الخير عليكم، يا رب تكونوا بخير وفي صحة وفي سعادة تكملة للمحاضرات بتاعتنا لأول سنة إدارة. والنهاردة حلقة مهمة جدا 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 لكل مدير، سواء حضرتك بادئ في الشغل أو بقالك فترة. واحدة من الحاجات المهمة جدا إن إحنا نتعامل إزاي مع الموظفين اللي معانا كبني آدمين، ونحافظ على الطاقة الإيجابية بتاعتهم، وفي نفس الوقت نطورهم وبرضه نحافظ على أهدافنا. وده يتزامن مع الحالة اللي احنا موجودة دلوقتي حوالينا من الضغط النفسي اللي بنلاقيه على الموظفين، وممكن يؤدي لا قدر الله إلى اضطرابات نفسية، يعني ربنا يعافينا، قد تؤدي إلى الوفاة. وده جوه بيئات العمل المختلفة، سواء في الشركات أو حتى لما بنتكلم على ملاعب كرة القدم زي ما احنا تابعنا الفترة دي. 10 نقط مهمين جدا جدا جدا، خلينا ناخدهم في عجالة ونأكد على إن كل نقطة من دول هنحط عليها مثال أو تعامل مختلف حضرتك ممكن تبص عليه عشان تقدر تطور من الموظفين بتوعك، وفي نفس الوقت تحافظ على صحتهم النفسية وقد إيه هي مهمة. أول حاجة خلينا نحط كونسبت مهم جدا جدا، إحنا اتأمرنا بيه وماشيين عليه في ديننا، ان انت مسؤول وراعي عن الموظفين بتوعك. يعني بمعنى اصح انت مسؤول عن الموظف اللي في ادارتك او اللي تحتك في كل جوانب الحياه. خليني اقول لك بصراحه، مش بس على الاطار الوظيفي، لان في الاخير هو بيقعد معاك اولموست 8 ساعات او اكتر او اقل، وفي نفس الوقت 8 ساعات دول يمثلوا جزء كبير جدا من اليوم، لان الباقي ممكن يكون في مشوار، في شغل تاني، في حاجه مختلفه. ما بيقعدش مع اهل بيته زي ما بيقعد مع حضرتك في الشغل. الأهداف اليومية اللي أنت بتحطها عليه ممكن تأثر على حياته النفسية، وبالتالي أنت مسؤول عن كل حاجة. وده الكونسبت يا جماعة، لو بصينا عليه وفكرنا فيه، إن أنت مسؤول أو كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هتفرق قوي وأنت بتتعامل مع الموظفين، كمان حالتهم النفسية، مراعاة الظروف الشخصية، كل دي هتفرق مع حضرتك. وعشان كده بنقول أول نقطة إن أنت تحط عندك الكونسبت ده وفي تفكيرك، ان كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وان انت مسؤول عن الموظفين اللي معاك. تاني حاجه خليني اقول لك على حاجه مهمه جدا لازم تفرق وتعرف فيها ان في حاجتين مهمين جدا، هو الضغط الايجابي والضغط السلبي. خلينا نقول يعني ايه ضغط ايجابي وضغط سلبي. احنا كبني ادمين جبلنا وخلقنا ان احنا بنشتغل بناء على بريشر او ريسبونسبيلتيز. يعني انت عايز تعمل حاجه، اكيد في حاجه محركه ان انت تعمل الحاجه دي. ولكن خليني اقول لك ان امتى يكون الضغط ايجابي والضغط سلبي، لما تطول المده او توديك في حته انت مش عاوزها. خليني اقول لك ببساطه، لو انت رايح الشغل الصبح وعندك مهام او مسؤوليات عايز تنجزها، وفي حاجه انت بتحبها، فدايما ضاغط عليك ان انت عايز تسلم المشروع بتاعك في الوقت ده. ولكن طول ما في ضغط بمده اطول عليك، هيؤثر ده على حياتك النفسيه. وبالتالي اللي فرق لك دايما بغض النظر عن المؤثر، ان ما بين الضغط الايجابي والضغط السلبي هي طول المده. طبيعي انت خايف تنجح، او سوري خايف تفشل. طبيعي ان يبقى عندك ضغوط من رئيسك في العمل. طبيعي ان انت كمدير حاليا عند الموظفين بتاعتك تضغط عليهم عشان ينفذوا الحاجه اللي انت عاوزها. بس اهم حاجه ما تكونش طول حياتك او طول الوقت اللي هم شغالين معاك فيه حاسين بضغط منك. فدايما خلي الضغط بتاعك ايجابي، بان انت تعمل ريسبونس، او سوري بمعنى صح تعمل ستيمولس مؤثر. ولكن مش دايما يبقى المؤثر ده ضاغط طول الوقت في الثمان ساعات اللي في الشغل معاك. ودايما انت على دماغهم. هتفرق قوي قوي لو فكرت في الكونسبت ده بعد الكونسبت الاولاني. فقلنا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعايته. اتنين، من فضلك خلي الضغط بتاعك ايجابي، في ستيمولس، في مؤثر، ولكن مش طويل المدة. ثلاثة، الضغط السلبي. تجنب. احنا قلنا احنا بندي ان احنا نتعلم نعمل ايه. فدايما تحط في دماغك ان انت راعي ومسؤول عن رعايتك. اتنين، خلي في ضغط ايجابي ما تطولش المده. ثلاثة، تجنب الضغط السلبي. باختصار ان انت مش دايما طول الوقت ما تشوف الموظف بيشرب كوبايه شاي بيعمل حاجه انت بتعملش ليه، ما بتشتغلش ليه، هتبدا ضاغط عليه بطول المده. كل ما تشوفه ده يؤثر عليه. فمن فضلكم تجنبوا طول الفتره اللي بيشتغل معاك فيها الشخص كل ما تقابله وشك في وشه دايما تضغط عليه وتفكره بمسؤولياته. لا، تجنب ده عشان لا يؤثر على شخصيته او حياته النفسيه. رقم أربعة، خلي فيه مراجعة دورية مع الموظفين بتوعك. بمعنى خد منهم تغذية عكسية على أسلوب إدارتك. ودايما يقول هل أنا كموظف ليه الحق إن أنا أقول لمديري في مشكلة في الكوميونيكيشنز معايا، أو بمعنى أصح
هذا الاسلوب في وقت معين مش بيديني اي ايحاء ان انت حضرتك بتضغط بس، مفيش ريسبونس احسن، هل الطريقه دي جايبه نتيجه انت حضرتك شايفها بس هي مؤثره سلبيا، في مراجعه دوريه. فدايما نصيحتي ليك كمدير، خلي في دايما سبيس كده قريبه ما بين الموظفين بتوعك يقولوا لك فيها هل الاسلوب ده امثل بالتعامل معانا كاشخاص، هل ده جايب نتيجه معانا، احنا ما بنحبش هذه الطريقه. ده هتفرق معاك لما تعرف ان كل واحد له اسلوب، وبمعنى اصح كل موظف من عندك لو قال لك المفتاح بتاعه انت هتشتغل معاه. وده نصيحتي للموظفين، انت من فضلك قول برضو طريقتك بطريقه كويسه مع المدير بتاعك، ايه اللي ممكن يضايقك، ايه اللي ممكن ياثر على نفسيتك، بس بطريقه كويسه برضو كلها تكون في جزء قريب ان احنا في الاخير بنشتغل عشان نوصل لاهداف احسن. فهتلاقي الموضوع ده مؤثر ايجابي الاثنين مع بعض. آه، خامس حاجه، توفير بيئه عمل رايقه. يعني خلينا دايما في جو من، يعني عايز اقول المرح او السعاده او الايجابيه. خليك مبتسم دايما كمدير، مش داخل مقشر على الناس. امدح الناس دايما في الحاجات اللي بيعملوها، بس طبعا ده احنا اتكلمنا قبل كده، ما تطولش مده المدح عشان على كل حاجه صغيره يستنى هيعمل في اكسبكتيشن او توقع. ولكن استخدم قاعده الثلاث ثواني او سوري الثلاث دقائق اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده، ان الموقف ما ياخدش اكتر من 3 دقائق حتى في المدح او في الذم. فدايما فكر بالطريقه دي هتفرق معاك قوي. سادس حاجه، خلي فيه بنك الافكار. يعني خلي الموظف دايما يقول لك افكار تطور من بيئه عملك او طريقه عمله كموظف، او طريقه اداره شغلانته. يعني وليكن احنا بنشتغل كول سنتر، خليه يقول لك حاجه جديده سمعها فيدباك من الموظفين او سوري من العملاء عشان نتعلم منها كلنا. خلي فيه الميتنجز اللي بتحصل فيها جزء شيرنج من الموظف، فيحس ان شغله ليه قيمه. ده اللي هياخدنا بقى نقطه رقم 7، ان لكل وظيفه قيمه. عارف لو الموظف جه حس ان هو بيبذل مجهود مضيف او سوري اضاف للبيزنس بتاعك او للشركه بتاعتك، هتفرق في نفسيته جدا. كان اقول لك لو بنتكلم على اقل الوظائف، وليس انا اسف ان هي مش فكره بنقلل منها، ولكن المسؤوليه اللي عليها قليله، هتفرق ازاي لو حاطط لها قيمه. لو بنتكلم على زمايلنا في الشغل اللي هو الاوفيس بوي اللي بيعمل حركه الشاي والقهوه، عارف ده لو انت حضرتك بتبذل مجهود از ماركتير او حد سيلز مانجر، والراجل ده عمل لك قهوه رايقه كده، القيمه بتاعت الشغلانه بتاعته لو انت فكرت فيها وقلت له على فكره يا عم ابراهيم، القهوه بتاعتك دي بتفرق معايا في يومي، وبتأثر على حرفيا مبيعات الشركة وعلى الأفكار اللي ممكن تجيلي، الراجل ده هيحس حتى بالكلام إنه له قيمة. حتى وأنت بتعمل له اورينتيشن في الشغل على كل وظيفة، تقول له على فكرة قيمة الوظيفة بتاعتك بتؤثر على أداء الموظفين. لو بنتكلم حتى على الشغلانة دي، خلينا نتكلم على جزء الداتا انتري اللي بيقول لك بيدخل أرقام وداتا وبيانات بس، ده كل يوم بيعمل نفس الشغلانه بدون اي قيمه. خليني اقول لك لو سالته سؤال مهم جدا هذا الشخص وتقول له بيفرق ايه ان انت بتدخل الارقام او الداتا والبيانات بتاعه الموظفين، لو هو كلمنا عشان نحل له مشكلته مثلا في شركه، اي شركه من شركات الاتصالات، يقول لك والله اول ما بدخل، أو طبعا ده بيفرق مع خدمه العملاء، لو بيدخل الداتا مظبوطه بعرف كل التفاصيل واخر مشكله اتكلم فيها والرقم بتاعه وساكن فين، حتى الراجل اللي بيوصل الطلبات لو انت بتدخل الداتا اللي هو خدها منه اون كول وانت بتدخلها، فهي تفرق مع الدليفري لو خد كل الداتا مظبوطه وانت بتدخلها مظبوطه، ان احنا نيسر على الناس حياتهم. وبالتالي دي قيمه اكتبها، اكتبها لكل وظيفه او ناقشها مع الموظف، ده هتفرق في الامباكت عليه وتفرق كمان في الاوت كوم اللي بيطلع من الموظف. الحته دي مهمه قوي. احنا دايما بنبذل مجهود كبير وفي نفس الوقت ممكن يكون العائد قليل، وبنبذل مجهود كبير ونحس ان احنا في دوامه، وده تصارع الوقت دلوقتي. فمن فضلك خلي في توازن ما بين ساعات العمل والحياة الشخصية. الحاجة اللي مش مستعجلة مش شرط أكلمه بعد فترات العمل. عندنا كالندر نكتب عليه، عندنا واتساب جروبس، عندنا ميلز، عندنا كل حاجة. مش كل حاجة يا جماعة بعد ما الموظف مشي دلوقتي لازم تعمل لي، ما هو قاعد في بيته مع عياله، هفتح اللابتوب واعمل لك الشيت اللي انت عاوزه. احنا دايما عشان ان اورجنايزد وشغلنا معتمد على يلا بسرعة ده حصل دلوقتي، ده بيفرق دايما ان انا يا جماعة قاعد حتى في بيتي بطلب مني من المدير اعمل حاجة
ساعات العمل، انا مش بقول لحضرتك دلوقتي ان طبعا ساعات العمل في الثمان ساعات والكلام اللي كان بيتقال، واهم حاجه التوازن، بس خلي بالك لما تكون حاجه مش مستعجله من فضلك اجلها لبكره. احنا عندنا بوكس ظريف مهم ومستعجل، مش كل حياتنا هتبقى تحت البوكس بتاع مهم ومستعجل. ده هيفرق مع الموظفين ويحسوا ان انت ويل اورجنايز وسايب لهم مساحه يقعدوا ويشتغلوا. وطبعا ده الكلام اللي مش بقوله كلام مش من الهوا، لا، على مستوى العمل. انت لو الموظف، انت اهم حاجه عندك الموظف مش التاسك باي ذا واي، ولكن الحاجه المهمه والمستعجله خليه يعملها في البيت عادي، بس مش كل حياتنا تبقى كده. تاسع حاجه، ضيف مزايا للموظفين. طبعا كل الناس بتشتغل بالمقام الاول، ممكن يهم الفلوس، ولكن لو في مزيه مختلفه، الراجل مثلا يعني بيحب الكوره وبيحب يعمل رياضه، فضيف له ميزه ان هو ممكن تعمل له اشتراك في الجيم على حساب الشركه لو دي بينفيتس تقدر تعملها له. باي ذا واي دي مش هتكلفك حاجه كبيره قوي على مدار الاوت كوم اللي ممكن الموظف يجيبه لك، او المزايا اللي ممكن تدفعها له قصاد الفلوس. راجل بيحب الكوره، اعمل فريق للكوره للشركه واشترك في النشاطات. افرق قوي مع الموظف من حيث ان في رفاهيه في الشركه، وفي عندنا شركات كتير مصريه ما شاء الله عامله كل ده للموظفين. اخر حاجه، ويمكن تكون اهم حاجه، عامل الموظف كبني ادم. ربنا سبحانه وتعالى هيسالك على الموظف ده باي ذا واي، عشان ما يحصلش حاجه نندم كلنا عليها بعد كده. يا ريتني الموظف ده لو نام زعلان او غضبان او حصل منك ستريس سلبي هيأثر على اسره كامله. ونصيحتي ليا قبل حضراتكم ان احنا بنتعامل مع نفسيات ومع بني ادمين، فدايما النصيحه دي حطها نصب عينيك. عامل الموظف اللي معاك كبني ادم. دول 10 خطوات كانوا مهمين جدا، وحبيت اقولهم للمديرين اللي معانا، عشان في الاخير لو انت مدير كبير هتزرع في النشء بتاعك والموظفين بتوعك ان هم يكونوا مديرين اسوياء زي حضرتك قدام. وده ان شاء الله هيتحط في ميزان حسناتك، والعكس لا قدر الله. شكرا.